السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العقرب حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفاعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي لأول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا ولاد، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنت بالك مشغول في أمور أنت بتفكر فيها، دموعك خرجت منك غصب عنك من كتر الحزن والتعب اللي أنت فيه، غصب عنك. حاولت إن أنت توقف الدموع دي، ما قدرتش. في دموع خارجة فيها حزن وأدم، ندم، وهيكون عندك فرحة، وده هيتبدل لك من الحزن للفرح. ونهاية الصبر ايه؟ جبر. انت زي ما يكون في مكان في نفاق، في غش، ناس بتجيب في سيرتك زي ما بيجيبوا في سيرتك، واقفين آه بيجيبوا في سيرة الناس التانية. ما اللي بيقول عليك هيقول على غيرك. قلنا يعني انت بتتجاهل كلامهم، ولا تسمع، ولا شايف. عامل زي التايه، وهتتجاهل الكلام وهتبعد عنه، هتبعد عن حياتهم، هتحاول ان انت تشغل نفسك بحاجات تخصك، وتخرج بقى من مجال الناس واهتماماتهم. وهيكون في مفاجأة جاية لك حلوة قوي، فيها خير، فيها فرحة ليك. في منكو عامل زي ما يكون في اهتمامات بالشخص، خلاك آه بتتكبر، كأنك كده بتديله الثقة زيادة عن اللزوم. انت اللي عملت فيه كده، نفخته. كمان الشخصية دي آه انت كمان الحسد مش مسيطك، شايفينك ان انت مالك كل شيء، وده نفسيتك حلوة، وانت عكس كده، ده اللي هم شايفينه الظاهر، وانت جواك الوجع، وجع كبير. انت كمان متحمل فوق طاقتك، وألم وتعب وحزن، كل ده مستحمله وصابر. والشريك زي ما يكون آه الشريك بتاعك بيديك الطاقة السلبية أكتر من اللي هي موجودة عندك أصلا. أنت أصلا عندك طاقة سلبية، وهو بيزودها لك. ربنا هو اللي هيعوضك الخير، ربنا هيجيب لك حقك، وبإذن الله. في ناس حواليكم كده ظلمتكم، في منكم مستني الكارما ويشوف الظلم اللي هم ظلموه ليك، وده هيتقلب عليكم. في حاجة اتأخرت عليك خلاص هانت، ما بقاش بقى فاتك كتير، ما بقاش الا القليل. في كمان سبب المشاكل اللي انت تعرضتهم، شاكين في نفور بينك وبين حبيب، بينك وبين شريك حياتك. الامور معاكم ملقلة انت وشريك حياتك، في حاجز بينك وبين الشريك، ده عامل لك مشاكل. في حاجة عمالة تلف حواليك، وانتم حواليكم بقيتوا كده زي عصبيين الفترة دي، ومستحملين خلاص، ما بقتوش مستحملين، والموضوع كده خرج عن إرادتكم. وهيكون في عندكم تحسن، في زيادات في الراتب، آه في منكم هيكون عنده مكاسب مالية إن شاء الله، وهتتحقق الفترة الجاية وبإذن رب العالمين. في عندك معاناة الفترة اللي فاتت دي، في ضغط عليك في العمل، في هيكون عندك نتيجة كويسة، وانت
هتوصل، واللي انت وصلت له ده ما كانش سهل. في عندك مكاسب، في عندكوا طريق نجاح، وفي ترقية ان شاء رب العالمين. هتترقوا. انتوا ساعات بتحسوا ضربات قلب سريعة، دوخة، وهم، تحس جسمك زي المتكسر. ده كله بسبب الطاقة السلبية، ومحملين فوق طاقتكم والضغوطات والأعباء. وربنا هو اللي حاسس بيك وعالم بيك، واللي حواليك مش حاسين بيك ولا شايفينك، ولا بيديك فرصة ان انت تتكلم ولا تشتكي. في طرف تالت بينك وبين الشريك، انتوا مش مستحملين بعض ولا طايقين بعض، بالرغم ان انتوا بتحبوا بعض. كل واحد مختار التاني بقلبه وعقله. بس الفترة دي في مشاكل، بتندموا ان انتوا اصلا آه عايشين مع بعض. بتندم على حاجات كتيرة ومش مستحمل. ده كله ده اللي عامل لكم النفور، الطرف التالت اللي عايز يخرب حياتكم. انتوا مستغربين ومستحملين الشريك لتصرفاته واسلوبه، مفيش فايدة فيه دايما. مفيش فايدة في اسلوبه، زي ما هو ما بتغيرش، ما بيحسنش من نفسه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الشريك عارف ومتأكد ان انت بتحبه، لكن ما بيتكلمش، مفيش اهتمام، ما بيقدرش. في عدم صراحة في المشاعر، ده بيؤدي لك للتعب. محتاجين الكلمة الحلوة عشان تكملوا وتواصلوا. واللي انتوا بتعانوا، مفيش حد سايبكوا في حالكوا، حد سايبك في حالك. في ناس قريبة منك، المكان فيه اللي انتوا فيه دايرة مش كويسة، في ناس وحشة. انتوا انتوا موجودين في المكان الغلط. في ناس قاسية معاكوا في الكلام، بطريقتهم، بعينيهم، وساعات بتبقوا عايزين تبعدوا كتير، عايزين تبعدوا عن الناس اللي موجودة حواليكوا من اللي انتوا شايفينه من أذى، من تعب اللي مر عليكم كان صعب وما كانش سهل. بتكونوا عايزين تقعدوا لوحدكم أوقات كتيرة. كل اللي حواليكم أكاذيب، وشوش كدابة بتتلون. كل ده مأثر عليكم وعلى حياتك. في منكم قافل الكلام والعتاب، القلب من جوه موجوع. عندك ست كبيرة، لسانها كده بيسلط عليكم بكلام مش حلو، بتديكوا كلام مش حلو في حقكم، مش فيكم. هي بتقول كلام مش فيكم، فاض بيكم منها، مش عارفين تخرجوها من حياتكم، لان هي كل ما بتبعد بترجع. لكن بتكون هي جوه حياتكم، بتوجه الشريك حاجات غلط، ودي اللي مخربة الدنيا عليكم وانتوا عارفينها. قلبكم موجوع ودماغكم شتتة، وانتوا للأسف من كتر التفكير في حاجات مش بتبطل فيها تفكير. في عندكم حيرة في موضعين أو قرارين، في حاجة فيها انتوا مشتتين. الفرحة عندك مش بتكمل، كل ما تقول خلاص تلاقيها وقفت. انت عندكم قدر من الوعي ما شاء الله باللي بيدور حواليكم، وما بيضحكش عليك، بمعنى أصح. صلوا كده على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. في منكم انتوا يعني أعماركم، يعني حتى لو سنكم صغير بيبقى عقلكم أكبر من سنكم.
انتوا حاسين ان انتوا كبرتوا